سلام. بعد فوز المنتخب الجزائري على نظيره السوري بهدف جميل من ميرزيق بتسديدة قوية، شاهدنا في المدرجات مباراة أخرى بين الجماهير الجزائرية والجماهير السورية، حيث شجعت الجماهير السورية المنتخب الجزائري. شاهدوا معنا. في خبر ثاني، شاهد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا نبيل بن طالب وسط ميدان المنتخب الجزائري مع فريقه أنجي، إصابة قوية جدا، وكان نبيل بن طالب قد نشرها عبر حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى له الشفاء إن شاء الله. وفي سياق متصل ونواصل مع الغيابات، فإصابة رامي بن سبعيني بفيروس كورونا واللاعب مهدد بتضييعه تربص الخضر، ربما لن يشارك في التربص. والتأكيد والمصدر كان من فريق بورسيا مونشنغلادباخ الذي ينشط فيه رامي بن سبعيني. في خبر آخر، هذه هي الدول الأربعة التي أودعت طلب الترشح لتنظيم كأس إفريقيا 2025 قبل انتهاء الآجال القانونية يوم 25 نوفمبر، خلافا لغينيا المنسحبة أو المسحوب منها التنظيم، وهي الجزائر والمغرب، وملف مشترك بين نيجيريا والبنين. وستكون المنافسة شديدة بين الجزائر والمغرب، وهما الأقرب إلى احتضان تنظيم كأس إفريقيا، ونتمناها للجزائر لما تحوزه من هياكل كبرى. في خبر آخر، قام سعيد بن رحمة جناح المنتخب الجزائري ونادي ويست هام ب7 مراوغات ناجحة ضد ليستر ليحقق رقم قياسي، إلى جانب لويس دياز لاعب ليفربول ضد كريستال بالاس، وإيز لاعب كريستال بالاس ضد ليفربول في هذا الموسم. من جهة أخرى، اختير الجزائري المهاجم أو الجناح الجزائري يوسف بلايلي كلاعب الأسبوع، أو اختير ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع في الدوري الفرنسي، ويقدم يوسف بلايلي أداء ملفت للغاية مع فريقه أجاكسيو، حيث تحرر من كل القيود. من جهة أخرى، وفي لفتة جميلة، شارك المدافع الجزائري الشاب وسيم قداري أساسيا طيلة مباراة فريقه إسبانيول ضد رينكون ضمن منافسة كأس ملك إسبانيا، وحقق الفوز بنتيجة 3-0 ونال تنقيط جيد جدا 7.4 من موقع سوفا سكور الشهير. يعني لاعب شاب طموح وقادم للمنتخب الجزائري بقوة، ويمثل المنتخب الجزائري في الفئات السنية. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. نختم الفيديو بهذه المراوغة الرائعة من الدوري الجزائري. شاهدوا معنا. الدخول يا سلام، با 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 مراوغة. شوف زيتي كيف سقط هنا، شوف الدخول